النهاردة هتكلم عن فرصة استثمارية بجد ممكن تخليك تكسب أكتر من الذهب وتكسبك ملايين كمان. بطل القصة المرة دي هو الفضة. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمل الفيديو للآخر عشان تعرف كل حاجة. دايما متعودين نسمع عن الذهب وإنه الملاذ الآمن اللي كل الناس بتلجأ ليه، لكن خلي بالك الفضة السنة دي ممكن تكون الحصان الرابح. الأرقام بتقول إن الفضة بقت مطلوبة أكتر من زمان، مش بس لأن سعرها حلو، لا كمان علشان التكنولوجيا والصناعات محتاجينها أكتر. حسب تقرير مركز الملاذ الآمن سيف هيفن هاب، الفضة على قد ما هي معدن على قد ما بقت جزء أساسي من حياتنا اليومية ومنتشرة في حاجات كتير حوالينا. الأسبوع اللي فات بوقت تسجيل الفيديو أسعار الفضة في السوق المحلي في مصر زادت بنسبة 2.4%، رغم إن سعر الأوقية في البورصة العالمية انخفض بنسبة 3.7%. كل ده طبعا بسبب حالة عدم اليقين اللي حصلت في السياسة الأمريكية والانتخابات، وكمان قرارات الفيدرالي الأمريكي بخصوص الفايدة. الفكرة بقى إن مش كل الناس تعرف إن الفضة مش بس مجرد معدن للزينة أو المجوهرات، دي داخلة في تكنولوجيا كتير زي الألواح الشمسية والعربيات الكهربائية وحتى كمان التطبيقات العسكرية. يعني من الآخر الطلب عليها هيفضل يزيد بشكل مستمر، ممكن قريب قوي يتفوق عن المعروض منها. طيب خلينا نتكلم شوية أرقام. سعر جرام الفضة بوقت تسجيل الفيديو عيار 800 وصل ل 43 جنيه، وده بعد ما فتح الأسبوع عند 42 جنيه. أما الأوقية في السوق العالمي فتراجعت من 33.67 دولار ل 32.42 دولار. بس مش معنى إن السعر قل شوية إن مش هنشوف ارتفاع بعد كده على المدى البعيد، لأ ده مجرد تذبذب عادي. نرجع تاني للرقم اللي صدمنا بجد. أيوة زي ما سمعت كده، الفضة في 2024 ارتفعت بنسبة خرافية تخطت 47% مقارنة بالذهب اللي حركته كانت أبطأ بكتير. في توقعات كمان بتقول إن الفضة هتوصل لأرقام خيالية قريب، ما بين 35 ل 40 دولار للأوقية. طب كل اللي فات ده إزاي ممكن يفيدك أنت كمستثمر؟ الموضوع ببساطة في حاجات كتير بتأكد إن سعر الفضة هيفضل يكمل في ارتفاعه، وأولها طبعا الطلب الصناعي عليها في ارتفاع رهيب، ومع كمان توجه روسيا لتعزيز احتياطها من الفضة والبلاتين. ده معناه إننا ممكن نشوف مستويات سعرية جديدة بأرقام خيالية. يعني مش بس المستثمرين اللي شايفين إن الفضة استثمار آمن، ده كمان الدول بقت عارفة قيمتها وبتخزن الفضة دلوقتي. مفيش حاجة تخليك تتردد، لأن الطلب على الفضة المتوقع إنه هيزيد في المعروض منه، وده هيخلي السعر يطلع فوق أكتر مما نتخيل. لو هتكلم بقى عن التوقعات المستقبلية إن شاء الله، فالتقرير بيقول إن الطلب على الفضة هيزيد بشكل عمره ما حصل قبل كده، لدرجة إن الاقتصاديين متوقعين إن ممكن نشوف عجز في أوائل 2025 يوصل تقريبا ل 215 مليون أوقية. يعني ده هيكون أكبر عجز شافوا السوق من 20 سنة. الفضة بقت أساسية في صناعات حيوية زي الطاقة المتجددة والألواح الكهربائية والعربيات الكهربائية. فباختصار كده الفضة هتفضل عملة نادرة السنين الجاية، وكل ده هيخلي طبعا سعرها يزيد. فلو انت عايز تضاعف مكاسبك وفلوسك وتستفيد من فرصة عمرها ما تتكرر، اعتبر ان الفضة هي طريقك الجديد والملاذ الآمن الجديد ليك. فمحدش يقولك سيب الذهب، لا، الفضة ممكن تكون اللمسة السحرية لمحفظتك الاستثمارية وتزود بيها أرباحك بشكل عمر ما كنت تتوقعه. لو استفدت من الكلام ده واستفدت من كل التحليل اللي أنا كلمتك عليه النهاردة، متنساش إن في فيديوهات تانية في القناة هتعجبك بخصوص الذهب وإزاي تعرف تستثمر فيه. ادخل وشوف آخر فيديو قدمته على القناة وهتلاقي نفسك جاهز تستثمر بطريقة ذكية أحسن من الأول. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة أول بأول.